السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم أبناء مدينة سيدي بنور. نتمنى لكم إن شاء الله كاملين الخير، ونتمنى إن شاء الله شي شبعة ديال الشتاء في هاد الأيامات إن شاء الله. الوقت باغا الشتاء خوتي. اليوم أخوتي جينا كنتكلمو كنهضرو دائما على جوطية سيدي بنور. بالخصوص هاد الأيامات كاين واحد البلاغ ديال أعوان السلطة وهادي بأنه صحاب الجوطية بقى عندهم غير شهر فقط، الأخير ديال شهر 11. هذا هو الكلام اللي وصل عندنا وكيروج في الجوطية وهذه. أنا كنت سائل عدة أسئلة كنطرحها عليكم كنتوما مسؤولين. السؤال الأول: واش نتوما كتعموا للناس كلهم باش تبلغوهم بالإفراغ ديال الجوطية، ولا غير الناس اللي مستافدة؟ كاين الناس اللي مستافدة دايرين التزامات من حقكم تبلغوهم بانهم باش ينتقلوا الى المركز طويلعات. واش مركز طويلعات هاد الناس نضاو المسائل ديالهم، خلصوا الدفعات ديالهم، عطيتوهم الترخيص باش يبداو يبنيو؟ واش كاينه شي انطلاقه ولا لا؟ المهم غنهضروا على الطرفين، على الناس المستفيدين والناس اللي ما مستافدينش. اليوم كنطرح عده اسئله. واش مدينه سيدي بنور واش غير اللي جا كيدير القرارات ديالو؟ ما كيشوفش هاد الناس راهم الناس الشعب ديال صاحب الجلاله، هما هاد الفقراء والضعفاء، هما دوك الناس ديال الملك. واش ما كاين شي واحد كيحميهم وكيدافع على هاد الفقراء وعلى الضعفاء وهادي، باش تكون واحد القضيه، باش تكون الاستفاده خاصة تخصص للصحاب الناس المستافدين والناس اللي مخلصين الدفوعات. هادو هما اللي خاصهم يوصلهم البلاغ، وهادو هما اللي خاصكم تقولوا ليهم بانه خاصكم تخويو الامكنه ديالكم وتمشيو للطويلعات. واش جيتوا عند الناس الفراشه والفقراء والضعفاء قلتوا ليهم بانه راه لقينا لكم شي حل باش غنهزوكم من تما؟ راه كاين ناس فقراء وناس هادو هما الشعب ديال صاحب الجلاله، وهادو هما الفقراء اللي كيدافع عليهم صاحب الجلاله. وهذه هي الوصيه كتدبر في حق الناس الفقراء في مدينه سيدي بنور وحتى في المغرب كله. هاد الفقراء وهاد الضعفاء راه كاينه وصيه ملكيه اللي كتدافع عليهم وكتدبرهم بواحد الشكل كافي، وكتاطروهم وتلقاو لهم واحد الامكنه اللي تقدروا هما تنقلوهم من تما، تحيدوا من هذيك الطريق وفي جوار السوق وهذه، تلقاو لهم شي مكان شي حل اللي كيناسب هاد الناس، وتلقاو لهم شي بلاصه. وبالخصوص انا غنشير الناس المنتخبين وغنشير الجماعه ديال سيدي بنور، حقاش هاد الناس نازلين في التراب ديالها، نازلين هاد الناس في التراب ديال الجماعة ديال مدينة سيدي بنور داخل المدينة سيدي بنور. بغيت نعرف هاد الناس المنتخبين واش كيدافعوا على هاد الفئة ولا لا. هما اللي خاصهم يدافعوا على هاد الفئة ويلقاو لها حلول ويأطروها ويحيدوها من هذيك البلاصة، يلقاو لها شي حل. ريتما ما جا شي حل تاهما اللي كيناسبهم، ولا جات شي حل اللي يكون مؤطر وكذا وهادي، مرحبا. هنا كنطرحوا عدة أسئلة عن الناس المسؤولين. واش نتوما كتبلغوا الناس المستفيدين ولا الناس الغير مستفيدين؟ حتى نتوما كاينين أعوان السلطة اللي كيجيو كيبلغوا الناس كلهم. كاين ناس مستافدين وكاين الناس اللي مساكن ما عندهمش وما عندهمش الإمكانيات باش يستافدوا وباش تاهما يخلصوا بقعة ويمشيو يبليها. كاين هاد الناس اللي هما ضعفاء وكيعيشوا مساكن وكيعيشوا وليداتهم ومضاربين على وليداتهم ومقاتلين على وليداتهم. قسما بالله الا كتعيش واحد الفئه كبيره في هذيك الجوطيه وكيعيشوا فيها بعض العادات ديال الفقراء كيعيشوا في هذيك الجوطيه. انا بغيت نعرف واش هاد الناس ما كاينش اللي دافع عليهم؟ راه هادو عندهم واحد الوصيه ملكيه اللي كتجي لمدينه سيدي بنور، وهي اللي كتدافع على هاد الفقراء وعلى هاد الضعفاء وعلى هاد الناس اللي ما عندهمش والناس اللي كيخربقوا على وليداتهم وكذا، وهادو معيشين وليداتهم. هنا كنطرحوا عده اسئله. واش لقيتوا شي حل لهاد الناس اللي ما مستافدينش؟
الناس اللي مستافدين راه درتو معاهم واحد البي في ودرتو معاهم التزام، والناس اللي خلصوا هادي خاصكم تسرعوا بالمسائل ديالكم وتخرجوا الوراق ديال هاد الناس باش يمشيو يتنقلوا تما، وغدا تضعاف القضيه وتلقاو حلول اللي كتناسب الناس الفقراء اللي ما عندهمش، اللي ما كتوفرش فيهم الشروط ديال هذيك البقعه ديال الطويلعات. هنا كنطرحوا عده اسئله، بغينا نعرفوا شكون هاد الناس اللي كتبلغوا، شكون هما هاد الناس اللي كتبلغوا، واش كتبلغوا هذوك الفقراء اللي ما مستافدينش ودوك الضعفاء اللي ما مستافدينش، ولا كتبلغوا الناس اللي مستافدين؟ دابا هنا عده اسئله مطروحه، وكنبغي الجامعه ديال سيدي بنور ولا المجلس البلدي ديال مدينه سيدي بنور هو اللي خاصو يخرج ويدافع على هاد الناس ويلقى لهم حلول، وهادي ماشي غير الجامعه كتمثل هاد الناس وفي التراب ديالها وهادي وما كتدافعش عليهم. هنا في كاين عده مشاكل اللي كتعيشها مدينه سيدي بنور، والحمد لله راه كاينه واحد الوصيه ملكيه اللي كتجي لهاد الناس الفقراء وهادي باش تدبر الامور ديالهم، وكتخصص فيهم واحد اللجنه اللي كتكون واحد اللجنه تنظيميه هي اللي تابعه اللجنه السلطات المحليه والسلطات الاقليميه، هي اللي كتراعي لهاد الناس وكتدبرهم وكتاثرهم في نفس الوقت. هذه هي الوصيه الملكيه، وكدير واحد التوازن وكذا وهذه لدوك الناس الضعفاء والفقراء باش يكون واحد التوازن في المدينه، باش يكون واحد التوازن في الجهه عندنا او في الاقليم، وهذه باش يكون واحد التوازن. ديك الوصيه الملكيه اللي خاصها تدبر واحد الشكل كافي وتخرج واحد اللجنه عاد هاد الناس الفقراء اللي ما كتوفرش فيهم الشروط الماديه وعايشين في هذيك الجوطيه ومعيشين وليداتهم ومضاربين مع الوقت وهادي وفرحانين وبخير وعلى خير. وين الناس اللي خاصه تراعي في هذا الباب وتتبع هاد الامور مزيانه وتمشي وتراقب هاد البلايص وتراقب هاد الناس واش كتوفر فيهم هاد الشروط الماديه ولا لا. وعده ناس كانوا تما مستافدين وداروا واحد المحضر وهادي واحد اللجنه ورجعوا قصاو هذوك الناس علاش ما كتوفرش فيهم الشروط الماديه، حقاش النهار الاول ما جاتهمش الدراسه بشكل كافي لهاد الناس واش كتوفر فيهم شروط ماديه ولا لا، خلوهم تستافدوا وهزوا القرعه وهادي وبداو الاستدعاءات وهادي. هاد الناس من غيجيبوا هاد الفلوس؟ من غيجيبوها؟ الناس راه مضاربه مع الوقت، كاين اللي كاري كاين اللي مسكين ضارب مع الوقت. الله يحسن العون. انا بغيت الوصيه الملكيه تدبر بشكل كافي على هاد الفقراء وتاثر هاد الفقراء وتراعي في هاد حق هاد الفقراء وتراعي في حق هاد الناس راهم كيعيشوا في جوطيه سيدي بنور، راه كيترزقوا الله عباد الله، راه واحد الاموال كثيره كتفرق على هاد الفقراء وهذيك من هذيك الجوطيه ديال مدينه سيدي بنور. انا بغيت السلطات المحليه والسلطات الاقليميه تلقى حل بديل لهاد الناس، ريتما ما جاهم تا هما شي حل اللي يكون ياثرهم وحل مهيكل، وهادي هذيك الساعه ماشي مشكل، هاد الناس تا نحاولوا ناطروهم. وانا نوجه الرساله للمجلس البلدي والجماعه ديال سيدي بنون هي اللي خاصها تاثر هاد الناس وخاصها تراعي في حقهم وهادي باش تلقى لهم حلول فين يمارسوا تا هما المهنه ديالهم او التجاره ديالهم، راهم عايشين فيها ومعيشين عده وليدات وهذه، وكاين اللي كيقرا وليداتو، كاين اللي عنده كريدي كيخلصوا من هذيك الجوطيه، كاين اللي عنده بزاف ديال المشاكل كيخلصها من هذيك الجوطيه. تبارك الله عليكم خوتي ونتمنى لكم ان شاء الله الخير. المهم الكلام اللي كاين راه هو هذا، والكلام ديال الصراحه راه هو هذا، ما ندرقوش شي حاجه، وراه الناس اللي مستافده هما اللي خاصكم تبلغوهم، والناس اللي مخلصين هما اللي خاصكم تبلغوهم باش يخول المكان وديروا لهم عمليه الترحيل وهذه، وتسهلوا عليهم حتى هما قل الوثائق ديالهم وهادشي باش الناس تمشي تمارس المهنه ديالها. تبارك الله عليكم، نتمنى لكم ان شاء الله الخير. هادشي راه مزيان، وانا راه ما كانش في واحد الدراسه كبيره باش تشمل هاد الناس كلهم ويستافدوا هاد الناس كلهم ويمشيو لهذاك السوق، ويكون واحد السوق وطني اللي يكون معروف في المنطقه ديال مدينه سيدي بنور. علاش هنايا كاين عده تماطلات في الدراسه وفي البحث على الناس وكذا وهذه،
باش يكون التوسيع لهذاك المشروع يكون مشروع كبير ونفرحوا بيه حنا، واللي يمثل المنطقه ديالنا والاقليم ديالنا. هادشي مزيان، هادشي راه حنا معاكم فيه، حنا راه ماشي ضد المصلحه العامه، حنا مع المصلحه العامه وبغيناكم تخدموا بواحد الجديه. كما قال صاحب الجلاله: من يعمل مثقال ذره خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. هادشي اللي قال صاحب الجلاله، غير خدم بالمعقول وراه لا درتي شي حاجه ماشي تلهيه. المهم راه كاينه المتابعه وكاينه المحاسبه، وكاين الناس اللي غادي يضيعوا بزاف، وهادي وراه الناس غتبكي وغتغوت وغتخرج وغتناضل وكذا، وهادي راه هادشي غنوصلوا عليه. هنا فين خاصكم تخدموا بواحد الجديه، بواحد الثقه في النفس وهادي، باش ماشي تخلقوا واحد الفراغ لبعض الناس اللي يدخلوا ما بين هاد الناس وبين السلطات وبين الناس اللي كيأطرونا وداك الشيء. ما تخلوش الناس تدخل بيناتهم. هنا خاصكم تخدموا بواحد الجديه وتكون واحد الاحصاء شامل على هاد الناس، ونشوفوا الناس اللي هما عندهم كتوفر فيهم الشروط الماديه، واللي ما كتوفرش فيهم الشروط الماديه راه تا هما كنلقاو لهم حلول اللي كتناسبهم، تا هما نلقاو لهم واحد الحلول اللي كتناسبهم. وتبارك الله عليكم خوتي، واللي تخلي بارطاجي هاد الفيديو، وتبارك الله.